السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة اليوم إن شاء الله من AI بالدارجة غادي نحاولوا نشوفوا ال AI tasks. غادي نبداو كما شفنا قبل بالنسبة شنو هما شنو هما التايبس ديال الماشين ليرنينغ. فاليوم غادي نشوفوا شنو هما التاسكس ديال الماشين ليرنينغ وشنو بين الماشين ليرنينغ. عنده بزاف ديال لي تيب: سوبرفايز ليرنينغ، ان سوبرفايز ليرنينغ، سيمي سوبرفايز ليرنينغ وريفورسمنت ليرنينغ. شنو باللي ثلاثه الاولين هما يعني باسيف ليرنينغ وريفورسمنت ليرنينغ هو اكتيف ليرنينغ. بالنسبه لنا اليوم بالنسبه لي تاسك غادي نفوكسيو على السوبرفايز ليرنينغ والان سوبرفايز ليرنينغ. اذا غادي نبداو بالسوبرفايز ليرنينغ. بالنسبه للسوبرفايز ليرنينغ كاين جوج ديال لي تاسك اللي مشهورين، الاول اللي هو ريغريشن والثاني اللي هو كلاسيفيكيشن. غادي نبداو نشوفوا شنو هو الريغريشن ومن بعد ندوزو للكلاسيفيكيشن. مي خصنا نتفكروا باللي الايديا بيهايند سوبرفايز ليرنينغ هي ان الداتا ديالنا كتكون لابلد. يعني كما شفنا في السيونس اللي فاتت كان عندنا مثلا دي ريكتونغل، كندخلوا الموديل ديالنا الريكتونغل كنقولوا ليه باللي اللابل ديالو راه هو ريكتونغل. كندخلوا ليه مثلا تريونغ كنقولوا ليه يعني الشكل ديالو، كندخلوا ليه باللي راه هو يعني تريونغل. بالنسبه للريغريشن، regression task is a type of supervised machine learning problem where the goal is to predict a continuous numerical value based on input features. هذه هي القضيه اللي مهمه بالنسبه للريغريشن، اننا كنحاولوا نبريديكتي شي حاجه اللي كتكون يعني الكونتينوس نمبرز. مثلا بحال دوينا على ليكزامبل ديال البريديكسيون ديال شحال هو الثمن ديال الكراء ديال واحد الدار. فهنا داك الثمن يقدر يكون 4500 وفاصلة 32 درهم مثلا. يعني هذا عباره على كونتينوس نوميريكال فاليو، ماشي شي حاجه اللي يعني عندها واحد الفاليو يعني محدده انتيجر. تقدر تكون يعني داك الفاليو في واحد الانترفال اللي مثلا الثمن ديال واحد الدار من 2000 درهم حتى ل 5000 درهم مثلا بحال هكا، ولا واحد الانترفال كبر. يعني كتكون واحد الفاليو اللي كونتينيو، يعني ماشي شي حاجه اللي ثابته مثلا اما تكون واحد ولا جوج ولا ثلاثه، لا تقدر تكون اي حاجه في واحد الانترفال. unlike classification which predict هنايا كيحاول يقارنها بالكلاسيفيكيشن. حنا من بعد تندوزو الكلاسيفيكيشن ونفهموا باللي ها شنو الفرق ما بين الريغريشن والكلاسيفيكيشن بالنسبه للسوبرفايز ليرنينغ. هنا غادي نشوفوا ليكزامبل اللي عندنا واللي من بعد غادي تخصص يعني فيديو لكل بارت. يعني سوبرفايز ليرنينغ غادي تخصص له واحد السيكشن ديالو، ان سوبرفايز ليرنينغ سيكشن ديالو بلي زالغوريثم كلشي. حنا نشوفوا الفكره العامه ديال الريغريشن. فهنا الا لاحظنا تخيل معايا باللي هاد واي هذا هو الثمن ديال الدار واكس هو النمبر اوف رومز. صافي، عدد الغرف هو اللي كاين في محور اكس والثمن هو اللي كاين في محور ديال ايغريك. اوكي، هاد ايغريك هذا كيتسمى ديبندنت فاريبل و اكس كيتسمى انديبندنت فاريبل. غنشوفوا من بعد علاش كيتسمى بحال هكا. المهم درنا ريبريزونطاسيون ديال النمبر اوف رومز مع البرايس، عطاونا هاد النقاط هادو اللي هما النقاط هادو اللي هما داتا بوينتس. يعني بحال حطينا مثلا 2000 مثلا 2000 درهم، مثلا جوج ديال الغرف فعطاتني مثلا هنا 2000 درهم مثلا، ثلاثه ديال الغرف عطاتني 3000 درهم وشي حاجات بحال هكا، فهمتيني؟ يعني 3000 ثلاثه الغرف 3000 درهم. بقيت انا ريبريزونتيت الداتا ديالي اللي كانت في الطابلو، ريبريزونتيت على شكل ديال انا ديال تغراف. هنا الا لاحظتي عندنا واحد اللاين. ففي الريغريشن تاسك حنا كنحاولوا نقلبوا على هذا اللاين هذا كيتسمى اللاين اوف ريغريشن. فاش كيفيدنا؟ يعني الماشين ليرنينغ موديل ديالنا كيحاول يقلب على هذا اللاين هذا، يعني في داك الفونكسيون، حيت قلنا بان الاي اي هو فانكشن ابروكسيميشن. فالموديل ديالنا كيحاول يلقى داك الفونكسيون اللي كتمابي ما بين لي زينبوت والاوتبوت. هنا في الريغريشن تاسك كيحاول يلقى واحد اللاين، ولكن خصو يكون، حيت انا كاين بوسيبيليتي انه ما يكونش هذا اللاين هذا، يقدر يكون لاين واحد اخر تحت منه، لاين فوق منه، لاين عوج بواحد الدرجه مثلا، ماشي بحال هكا. كاين بزاف ديال لي لاين، بوسيبيليتي ديال لي لاين. الماشين ليرنينغ الهدف ديالو انه يلقى احسن لاين. علاش يعني خصو يلقى احسن لاين؟ باش يمينيميزي الايرور. حيت دابا ملي نجي للماشين ليرنينغ موديل ديالي في هذا البوين مثلا، اعتبرنا بوين هنايا وقلت له عطيني الفاليو، فهو غيطلع اللاين هنا وغادي يجيب الفاليو هي هذه. مي في الحقيقه راه الفاليو هي اللي كاينه هنا اللي لتحت، مي هو غيمشي لللاين. فهنا كيكون عندي واحد الايرور اللي هو داك الديفيرو ما بين هادشي اللي كاين هنا وهادشي اللي لتحت اللي هو الريال فاليو، ما بين البريديكتد فاليو والريال فاليو. اذا هذا هو بالنسبه للتاسك ديال الكلاسيفيكاسيون. اهم حاجه في هذا هو التاسك ديال الريغريشن. اهم حاجه في الريغريشن انه كيحاول يبريديكتي شي حاجه اللي هي كونتينيو.
دابا غادي نشوفوا بالنسبه للتاسك ديال الكلاسيفيكاسيون. كلاسيفيكاسيون وريغريسيون بجوج تحت السوبرفايز ليرنينغ. اذا هنا بالنسبه للكلاسيفيكاسيون a classification task is a type of supervised machine learning problem where the goal is to predict, describe categories or labels based on input features. في الريغريشن كنحاول نبريديكتي شي حاجه اللي كونتينيو، واحد النمبر اللي كونتينيو. في الكلاسيفيكاسيون كنحاول نبريديكتي شي حاجه اللي ديسكونتينيو. صافي بحال واحد اللابلز نبريديكتي واش يعني واش قط ولا كلب. انا كندير كلاسيفيكاسيون ملي كنقول باغي نعرف الفاليو ديال واحد الدار، انا كنقول كندير الريغريشن. يعني هاد الكلاسيفيكاسيون هذا هو البلان ديال الكلاسيفيكاسيون. بالنسبه للاختلاف هنايا حيت كاين واحد جوج المفاهيم اللي هما الكلاسيفيكاسيون واللابلين، هما تقريبا بحال ملي كندويو على مولتي كلاسيفيكيشن ومولتي لابلينغ. اللابلينغ كيكون عندك مثلا قط، كلب وفار مثلا ولا شي حاجه بحال هكا، التصاور ديالهم انت بغيتي دير الكلاسيفيكاسيون. ملي كنقولوا كلاسيفيكاسيون غتدخل ليه التصوير يقول لك واحد فيهم. من لابلينغ المولتي لابلينغ كتدخل ليه التصويره يقدر يقول لك بنسبه 30% راه هو هذا، بنسبه 70% راه هو هذا، بنسبه 50% راه هو هذا. يعني هذا هو المولتي لابلينغ، يعني كيحاول يخرجهم لك يعني دي فاليو متفاوتين، راه بواحد النسبه راه هو هذا وبنسبه اقل راه هو هذا الى اخره. نشوفوا هنا عاوتاني ليكزامبل بحال شنا الداتا بوينت هذه. حنا مثلا نعطيو مثلا بغينا نديرو كلاسيفيكاسيون مثلا البوزيسيون مثلا ديال الدار مثلا مع البرايس ديالها، وجانا واحد الجراف بحال هكا. فكنشوفوا هنا من بعد حتى هنا كنحاولوا نقلبوا على واحد اللاين، ولكن هذا اللاين ماشي باش انا نمشي نعطي واحد الفاليو وهو يشوف لي شنو هي ريبريزونطاسيون ديالها في واي. لا، انا كنحاول نلقى هذا اللاين هذا اللي كيسيباري ما بين واحد جوج ديال لي كلاس في هذه الحاله هذه، وباش انا من عادي نعطيه واحد البوين جديد اللي انا عارف الاكس ديالها والواي ديالها، غادي نعطيها ليه هو غادي يحطها هنايا في هاد لي سباس هادو، وغادي يشوف واش جات فوق هاد اللاين. الا جات فوق هاد اللاين راه كتنتمي للكلاس ا، الا جات تحت هاد اللاين هذا راه كتنتمي للكلاس ب. يعني الكلاسيفيكاسيون كنحاول نلقى واحد اللاين اللي كيفصل لي ما بين دي كلاس. يقدر يكونوا جوج ديال لي كلاس هنا كتسمى الباينري كلاسيفيكيشن، ويقدروا يكونوا اكثر اللي كتسمى المولتي كلاس كلاسيفيكيشن. اذا هذا اللاين هذا الهدف ديالو هو يسيباري ما بين لي كلاس. ملي كنجي نعطيه هنا الفاليو ماشي هو باش يعطيني مثلا شنو هي الريزلت ديك كونتينوس نيميريكال فاليو، حيت ما عندناش كونتينوس نيميريكال فاليو. هنا هذا اللاين هذا هي باش يفصل. كنحط البوين ديالي الجديده اللي ما شافهاش هو في الترينينغ هنا في لي سباس، وكنشوف فين جات، واش تحت اللاين راه مع الكلاس بي، فوق اللاين راه هي مع الكلاس. اذا هذا بالنسبه للكلاسيفيكيشن تاسك. دابا هذا يعني هو بالنسبه للسوبرفايزد ليرنينغ. دابا ندوزو للانسوبرفايزد ليرنينغ. الانسوبرفايزد ليرنينغ قلنا كيمتاز بان الداتا ديالنا كتكون الابل. هذا هو الاختلاف ما بين السوبرفايز والانسوبرفايز. الانسوبرفايز كتكون الداتا الابل، كنعطيه واحد المجموعه ديال الداتا اللي ما كيعرفش هو واش قاط واش كلب ولا شنو هي. صافي ها هي الداتا، وانت شوف خرج ليا لي باترن اللي كيتشابهوا عزلهم مع بعضهم، يعني كتبقى تعزل على داكشي اللي كيتشابه مع بعضهم. ماشي عندك واحد الحاجه بحال قلنا هذاك اللابلز بحال واحد التيتشر كيقول لك هذا راه قاط هذا راه كلب. هنا لا، نقدر نعطيه التصاور ديال القطط ديال الكلاب، هو يجمع التصاور ديال القطط بوحدهم حيت شافوا عندهم واحد الكاركتيرستيك يعني متشابهين. التصاور ديال القطط عاوتاني بوحدهم عندهم واحد الكاركتيرستيك متشابهين، وصافي هو ما كيعرفش واش قطط ولا كلاب، هو شافهم عندهم واحد الباترنز عندهم يعني بحال جمعهم مع بعضهم وصافي. هذا بالنسبه للانسوبرفايزد ليرنينغ. فيه جوج حتى هو ديال لي تاسك المشهورين. كاين الكلاسترين، كاين ديمنشناليتي ريدكشن. نبداو بالكلاسترين. A clustering task is a type of unsupervised machine learning problem where the goal is to group similar data points together based on their inherent patterns or structures without predefined labels or categories. هنا ما كيكونش عندنا واحد predefined labels ولا category، يعني ماشي بحال supervised learning ما كيكون عندنا والو، عندنا غير الداتا هو كيحاول يجروبي ليا الداتا. هذا بالنسبه للكلاسترين. نقدروا نشوفوا هذا ليكزامبل هذا. مثلا انا ريبريزونتيت الداتا ديالي بحال هكا في لي سباس. هذا انبوت يعني هي الانبوت داتا سيت ديالي. شديت انا كيكون عندي لي انبوت فيتشر، كل انبوت فيتشر راه كيتعتبر واحد ديمونسيون. انا حطيته مثلا انا عندي جوج ديال لي انبوت، درت هذوك جوج ديال لي ديمونسيون، ريبريزونتيت الداتا ديالي، جات الداتا ديالي بحال هكا.
فإلا لاحظنا هادو اللي هنا الفوق راه كيبانوا معزولين شويه مع بعضهم، عليها هو في الكلاسترينغ يجمعوا مع بعضهم. هادو عاوتاني كيبانوا معزولين بثلاثه، هادو عاوتاني كيبانوا معزولين مع بعضهم، يعني راه كيبانوا مع بعضهم. يعني هنايا عليها هو دار لي هاد الكلاسترينغ هذا. يقدر يكون عندي النمبر ديال الكلاس اكثر من هكا، فهو ممكن هادو بجوج مثلا اللي هنايا يعتبروا حتى هما كلاس. المهم الهدف من الكلاسترينغ من بعد نزيدو نديفينيوه اكثر هو انه كي جروب سيميلار داتا بوينتس توغيدر. هو شاف بلي هادو راه تقريبا قرابين لبعضهم فجمعهم مع بعض، هادو مع بعضهم فجمعهم مع بعض، وهادو مع بعضهم فجمعهم مع بعض. هذا بالنسبه للكلاسترينغ. دابا نشوفو بالنسبه للديمنشناليتي ريدكشن. كيقول لك بلي dimensionality reduction is a technique in machine learning and data analysis. هنا ذات data analysis حنا نشوفو علاش aimed at reducing the number of future or variables in a data set while preserving its essential structure and information. بالنسبه للdimensionality reduction فين كيتستعمل؟ مثلا تخيل معايا انت عندك لي زينبوت، عندك 10 ديال لي زينبوت، واش غادي تقدر تفيزواليزي هاد 10 ديال لي زينبوت باش تشوف نتايا شنو واقع في الداتا ديالك؟ ما تقدرش. ولكن بالديمنشنال ريدكشن تقدر تمشي من 10 ديال لي زينبوت حتى لجوج ديال لي زينبوت. انت مشيتي من 10 ديال الفيتشرز حتى لجوج ديال الفيتشرز، وهاد جوج ديال الفيتشرز تقدر تريبريزونتيهم نتايا بواحد الكراف اللي فيه جوج ديال لي ديمونسيون اكس و ايغريك، وبهذيك اكس و ايغريك تشوف شنو كاين في الداتا سيت. هنا كاين واحد اللوس ديال لانفورماسيون، يعني كاين شي حاجه كتضيع من 10 ل2، راه ضروري كاين الضياع ديال لانفورماسيون. مي كنستعملوها بزاف في الداتا اناليسيس باش كنبغيو نشوفوا الداتا ديالنا. حنا ما 10 ديال لي فيتشر راه اصلا ما نفهموا والو، ولكن جوج غنفهموا واخا كاين اللوس دانفورماسيون، ولكن ماشي مشكل. زائد الحاجه الثانيه فين كيتستعمل ديمنشنال ريدكشن، تخيل معايا بلي انت عندك 1000 فيتشر وما عندكش لي ريسورس فين تريني الموديل ديالك على داك 1000 فيتشر. هنا نقولوا من بعد فيتشر انجينيرينغ وكل شيء بقات لك 1000 فيتشر، يعني هذوك ما بيناتهم حتى شي غولاسيون، ما بيناتهم والو. يعني 1000 فيتشر خصك تستعمل وانت ما عندك لي ريسورس، تقدر تستعمل ديمنشناليتي ريدكشن باش تهبط مثلا من 1000 ل 100 ولا من 1000 من داك الديمنشن اللي انت بغيتي. وهنا كاينه دي تكنيك، كاينه بحال البرينسيبل كومبوننت اناليسيس اللي في 1901 كتعتبر من اقدم لي زالغوريثم ديال الماشين ليرنينغ. كاينه تيسني، كاينه اللينير ديسكريمينانت اناليسيس حتى هي الغوريثم كتستعمل في ديمنشنال ريدكشن. هنا نقدروا نشوفوا كيفاش هذه القضيه هذه. فمثلا شفنا هنا كان عندنا ثلاثه ديال لي ديمونسيون، كان عندنا الاكس ايغريك والزد، وهنا هذه ريبريزونطاسيون ديال الداتا ديالنا في الاول. من بعد تحولنا من 3 ديمونسيون دو ديمونسيون. الا لاحظتي بلي هاد اللي بالخضر حتى بقاو، اللي بالصفر بقاو، اللي بالحمر بقاو، اللي بالازرق بقاو، هنا يعني الريبريزونطاسيون ديالهم تبدلات، ولاو عندنا في 2 ديمونسيون. ومن 2 ديمونسيون قدرنا نمشيو حتى ل 1 ديمونسيون، يعني في محور واحد، وهي الداتا ديالنا حتى هي هبطات في محور واحد. غنشوفوا من بعد كيفاش كيوقع هادشي هذا. المهم هو انك تفهم الفكره ديال ديمنشناليتي ريدكشن. نتمنى صراحه اني نكون حاولت يعني ولا نكون فهمتكم شنو هما لي ديفيرون ماشين ليرنينغ تاسكس. وان شاء الله يعني هذه كانت هي واحد لانتروديكسيون على اي بالدارجه. غادي نبداو ان شاء الله دي كورس سبيسيفيك على كل فيلد، سوبرفايز ليرنينغ، ان سوبرفايز ليرنينغ، سيمي سوبرفايز ليرنينغ، وريفورسمنت ليرنينغ. وغادي نحاولوا نشوفوا كل حاجه بلي زالغوريثم ديالو وبالديتيلز ديالو وبالامبليمونطاسيون ديال الكود دي وركشوب الى اخره. اذا بالنسبه لنا الا كنتو يعني فهمتوا معنا يعني الماشين ليرنينغ تاسك وعجبكم هادشي، كنتمنى عليكم تسبورتيوه، حيت السبورت ديالكم هو اللي يخلي هاد الكونتنت هذا يعني يكمل ونمشيو في داكشي اللي انا باغي ندير. وبارطاجيو مع صحابكم الى كيبان لكم هادشي يعني يستحق البارطاج. ونشوفكم في سيونس جايه ان شاء الله من اي بالدارجه.